تحياتي لكلكم مستمعين سمر فهم. من ويانا؟ جزر الأحزان. كثر الأحزان؟ إن شاء الله. إن شاء الله كثر الأحزان؟ لا، جزر الأحزان. نعم؟ أقول لك لا، هي جزر الأحزان. جزر الأحزان. أي نعم. أوكي، تفضلي. ليش ما نقول جزر السعادة؟ يا ريت. مش وقت. ولكن ماكو أيوة. سعادة. مش قد عمرك؟ أنا 17 سنة. أنت تحبين الآن؟ اي نعم. نش وقت؟ صار سنتين. يعني من عمرك 15 سنة؟ تقريبا ايه. ولحد هذه اللحظة أم لا؟ لا، هو أنا بدي أعترف يعني. طيب نعترف، يلا تفضلي ونسمع الاعتراف. تفضلي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أعترف بكل خطأ ارتكبته. محكمة محكمة. جزر الأحزان. اي نعم. تفضلي. اعترف واقسم بالله انه اني قدام اصدقائي وقدام العالم كله انه اني يوم 15/5/2008 اني يا مروان خنتك. لحظة. نعم. يا ريت تعيدين من البداية لماذا أفهم، ماذا أسمع. أقسم بالله أن يوم 15/5/2008 وهو يسمعني هسه يا مروان أنا خنتك. ويا من؟ هو يعتبرها خيانة، بس اللي يسمع القصة ما يعتبرها خيانة. المهم أنت خنتيه. اي نعم. عرفت بهذه الخيانة هو أم لا؟ من نفس اللحظة. بنفس اللحظة عرف؟ اي. شلون عرف؟ اولا هي عندي مشكلة يا صديقتي، فطلبت مني ان اساعدها، فكانت الساعة 9:15 بالليل، عندي موعد انه اتصل واحكي وياه. اتصلت، حاولت، كانت اغطية مو زينة، ففي سبيل اقول له انه انا راح اتصل من موبايلي على هذا الشخص اللي هو يعني صديق قديم الي. والله وما حصلته. ثق بالله العظيم مو قصد خيانته، لا والله مستاهل ان يخونه. اتصل هو لقيت جهنم ملعون، ما في فرصة في سبيل انه اوضح له اقول له ترى هذا الشيء ما موجود. نزل اهانة وحكى علي هواي، وبديك اللحظة كان بحالة مزرية يعني ما تمسك أعصابه، ما اعطاني حتى فرصة انه اشرح له او اي شيء. نفس اللحظة الساعة 1:01 بالليل اتصل يشبك التليفون على اصدقائي، واصدقائي ربطوا يشبكوا. قررنا نتفارق، بس أنت كلش أحبه، اعتبرته أول حب لي. بسبب ذيك اللحظة لو منطيني مجال إنه أشرح له وأقول له اللي صار ممكن يسامحني. إحنا هنا تقريبا مجتمع منحرف، ما اعتمدنا يعني يكون عندها صديقة وهيك شيء، لكن هي كانت بداية مشكلة، يعني عمود مشكلة وأنا أريد أحكي، مو قصة شيء. والله ما قصدي أخونك وهسه ويسمعني، يسمعوني كل أصدقائي وكل الدنيا وكل أهلي، إنه أنا ما خنتك. وأقول لك كافي عاد، صار سنتين من الموضوع، كافي عاد.
بعد ما أتحمل أنا أكبر قمت من عندي لهنا وأوقف كافي. أكبر شيء كرامتي بين أصدقائك راحت. جزر الشكبيت. يعني هذا الولد كنت تحكين وياه لا تكذبين عليه ولا تقولي لي أي شيء. هذا الولد كنت تحكين وياه. ليش تكلمت ويا هذا الشخص؟ ليش حكيت وياه؟ وياه والله ذات عمري. يعني كان الشغلة اضطرارية وبيها مشكلة في سبيل إنه أوصل حكي من بنية من صديقة إلي إله. ها يا قلبي، ليش انت حبيت؟ ما ندري بمحبتك من طرف واحد. قلت لك ما يحبك افهم ايش بيك، وتعرف ما يريدك لكن تعاند. يا قلبي الجرح بين عليك. يا طعنات غدرك من محب حاقد. احبك والقلب ما يقدر يبوح، وانت تدوس حبي بدمك الجامد. حبيبي لا يسألون عن اخبار قصتنا، كلهم تغيرنا ومو هالقد علاقتنا. حبيبي لا يسألون عن اخبار قصتنا، كلهم تغيرنا ومو هالقد علاقتنا. ادور حجة وبناهم جبه صغيرة سماهم، واذا نحوا حرجاك تبغى براس دنيتنا. كلهم زين حبينا بس الدنيا فرقتنا. حبيبي لا يصيرون عن اخبار قصتنا، كلهم تغيرنا ومو هالقد علاقتنا. لما تشكل الناس وياه الجاي تحكينا، حبنا مو فخر تحكي ومو حلوة تفاصيل. لما تشكل الناس وياه الجاي تحكينا، حبنا مو فخر تحكي ومو حلوة تفاصيل. لا تقولهم بعد حبي ولا انت جرحت قلبي، لا تقولهم بعد حبي ولا انت جرحت قلبي. واذا سئلوا على الفراق كلهم هاي قسمتنا، كلهم خوش حبينا بس الدنيا فرقتنا. حبيبي لا يصيرون عن اخبار قصتنا، كلهم تغيرنا ومو هالقد علاقتنا. لا تقول للناس وياه الجاي تحكينا، لا تقولهم بعد حبي خلتني وشفتك بعيني. ابد لا تقول للناس وياه الجاي تحكينا، لا تقولهم بعد حبي خلتني وشفتك بعيني. تعبت بحبك هواية بارد كنت وياي، تعبت بحبك هواية بارد كنت وياي. لك احنا انحسدنا هواي الناس بعين قربتنا، كلهم خوش حبينا بس الدنيا فرقتنا. حبيبي